السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم درسنا يتكلم عن صنع هوية احترافية لتأكيد حسابك على الفيسبوك او ارجاع الحسابات او الحسابات اللي تطلب هوية او تطلب تغيير اسم. الجميع يواجه مشكلة بالحساب، لو يطلب هوية لو يعطل. المهم اليوم درسنا هو كيفية صنع هوية احترافية عن طريق هاي البرامج ثلاثة. أول برنامج مسح الكتابة من الصور، ثاني برنامج التقاط الصور، والثالث بكسرات. الطريقة الأولى هي أول شي لازم تصور جنسيتك أمامية وخلفية وتسوي لها دمج عن طريق برنامج البكسرات. بعد ما تكمل الدمج تروح للبرنامج مسح الكتابة، اختار الصورة من هنا، اختار الصورة ورجع صرت انا البارحة سويت الهوية من قبل حجي. نجي نمسح الاسم فوق وراح هويتك نمسح هيجي وهكذا تمسحها كذا. اروح امسحها. طبعا رجعت لكم حبايب قلبي اللي جاي الهوية اللي راح نسويها احنا. هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية تاخذ ورقة وقلم وتكتب الاسم الجديد مال بالجنسية، وتكتب الاسم الام عليا علي 18، هنا تكتب المواليد، هنا تكتب بغداد انت، وتجي تصورها بهذا البرنامج. هذا البرنامج صورها بي. شلون راح اصور تابع؟ اساسا هاي ورقة انا كتبت بيها على الكاميرا. صور على المكان اللي تريده. مثلا زي راح اصور هاني. هنا تجي تحددها مثلا حدد 2.5، تضغط اوكي. شوف شلون صورت الصورة اتش دي اضاءة عالية، تعطيها حفظ هيجي وتنطق لها صورة تنسخها هيجي مثلا. بعدنا نروح لبرنامج البكسرات. ندخل البرنامج، نسوي له تحرير، نختار الصورة ونعطي إضافة الصورة، ونختار هاي الكتابة اللي طقيناها هسه احنا، نختار 4 مرات، نسوي له إضافة، تجينا ننقص مثلا الاسم بس مثلا عليا نكمل نضغط صح. راحت هاي هي الصورة، نسوي لها قص هيجي. خليها على الاسم مثلا هيجي، وشوي نعطيها ضعف الثالث شي مثل ما تشوفون. نجي نعدي عليه تعديلات. هاي الأولى. نجي ناخذ الاسم الثاني مثلا اسم الاب والجد محمد علي مثلا، نضغط ضاعف
ونجي ناخذ اسم حبايبي. طبعا انا بس للشرح انا جاي استعجل، انت على كيفك تسوي الهوية حتى من تكتبها مع على كيف. هنا نجي على المواليد، انا فقط للشرح للتوضيح. نجي نخليها على الطول هيجي، نضغط ضعف. بعد نجي نختارها من الصورة، من أول شي ونضغط قص، نختار هاي الأنثى مضاعف، ونجي نخليه هنا على الجنس. هاي الأنثى. نجي ناخذ اسم الأم، قاس أو لا نختار مثلا علي. اسم الأب ضاعف، خليها مكان رئيسي مثلا، ونجي نختار اسم الأم، نعطي له قص، نختار الاسم هيجي علياء، ونجي هنا نضوي له ضاعف، ونجي هنا نخليهم مكان علياء محمد. وبعد تريد تغير الصورة او لا، نجي نغير الصورة مثلا، اختارين الصورة والفسفورة. طبعا رابط الهوية والصورة الشخصية والبرامج والفسفورة اسفل الفيديو ان شاء الله. نخليها هذا الحجم، نخليها هيجي، نجي نختار الفسفورة، نخليها على الطول هيجي مثلا، ونضغط صح. حبايبي طبعا هاي الطريقة انا مأكد بيها يعني اكثر من حساب فيسبوك، يعني الطريقة كلش سهلة بس تحتاج لها شوية تركيز. انت لازم شوية تركز بالكتابة بالخط وبالدمج. الى هنا انتهى الشرح حبايب قلبي، ان شاء الله يعجبكم.